في ال25 فتحوا كلية كده اسمها كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة الأزهر، ولكن إلى الآن مفيش أي مصدر بيتكلم عن كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة الأزهر، ولا في حد طلع حكى تجربته وقال لك أنا من كلية حاسبات جامعة الأزهر وجاي أحكي لك تجربتي أو ممكن تلاقي بوست عابر على النت أو أيا يكن أو شوية تعليقات، ولكن مفيش حد يعني إيه حكى حاجات من جوه الأرض ذات نفسها أو من الواقع. فأنا جاي أقول لك شوية حاجات عن كلية حاسبات علشان لما تخش تبقى قريب من الواقع شوية وما تتصدمش بالواقع. أنا أدهم محمد العزب، الأول على كلية حاسبات الترم الأول، والترم التاني إن شاء الله يعني إيه نطلع من 5 الأوائل إن شاء الله. أولا بالنسبة للكلية فأنا أحب أفاجئك إن للأسف ما كانش عندنا مبنى أصلا، فكنا في البداية كده عاملين زي اللاجئين. تمام، كنا بنروح كل شوية إيه كلية معينة نتطفل عليهم وناخد منهم المدرجات لحد ما سيادة العميد يعني إيه حدد لنا مدرجات خاصة بينا. تمام، ومعمل كان اسمه معمل الضمان والجودة باين حاجة زي كده يعني. فده بناخد فيه العملي ومش شوية مدرجات تانية كده بتاعت دراسات عليا تقريبا، دي بناخد فيها المحاضرات حاليا يعني. فأظن إن الدفعة الجاية هتبقى محظوظة لأن هي إيه جاية كده على الجاهز والدنيا مفروشة لها، إنما إحنا خدنا شوية تجارب حلوين يعني. أما بقى بالنسبة للمحتوى فهو المحتوى العالمي بتاع أي كلية حاسبات، لأن ده طبعا حاجة ستاندرد على مستوى العالم. اي كليه حاسبات طبعا بيبقى نفس المنهج محطوط. تمام، فمش دي الحاجه اللي لازم يعني ايه نتكلم فيها قوي يعني، ان طبعا نفس المحتوى. فلو بحثت عن اي كليه حاسبات هيقول لك المحتوى اللي فيها، فمش محتاجين نهري فيها كتير يعني. بالنسبه بقى للدكاتره اللي بيشرحوا المنهج، بص يا صديقي خلينا نكون متفقين كده في البدايه، صلى على النبي الاول كده، خلينا نكون متفقين في البدايه ان اي دكتور ممكن يعجبك شرحه وممكن ما يعجبكش شرحه، حتى لو هو مخضرم واخد 50 دكتوراه و50 ماجستير. تمام، ولو هو يعني ايه بيفهم الحمار انت ممكن ما تفهمش منه. فدي حاجة يعني ايه بتعتمد على قبولك للشخص وقبول الشخص ليك، فدي حاجة ما نقدرش نتكلم فيها. والمفروض اصلا ما نتكلمش في حاجة زي دي يعني. المفروض بقى نتكلم في حاجة تانية اللي هي ايه، هل اصلا الدكتور اللي بيديك متخصص في المادة بتاعته ولا لا؟ دي الحاجة اللي المفروض نتكلم فيها يعني، هل في دكاترة متخصصين ولا نو؟ بص، بعض المواد بعضها مش كلها يعني اللي بيدوك فيها دكاترة غير متخصصين، ولكن انا كادهم ما تضررتش قوي في حته ان هم مش متخصصين او متخصصين والكلام ده يعني. هو يعني بيبان وبتحس ان المعلومه مش واصلك كويس، ولكن احنا دلوقتي في عصر الاي اي وفي عصر يعني المعلومات متوفره في كل مكان، فانت هتبحث. والميزه بقى في الكليه ان حتى لو الشخص اللي بيديك مش متخصص فهو بقدر الامكان بيحاول يبذل مجهود علشان يفهم. هو ذات نفسه بيذاكر الماده الاول وبعد كده بيجي ايه يديها لك يعني. وطبعا مذاكره الدكتور مش تمام زي مذاكره الايه الشخص. طبعا دي حاجه سلبيه في النهايه، ولكن انا بقول لك ان زي ما في جانب سلبي في جانب مشرق. تمام، فزي مثلا ماده الاوبريتنج سيستم كان عندنا ما كانش فيه تخصصات او ما كانش فيه دكاتره متخصصين في الماده يعني، ولكن كان في دكتور كان بيحاول بقدر الامكان ان هو يذاكر لنا الماده ويوصلها لنا بقدر الامكان يعني، وبيعمل لنا فيديوهات وكلام من ده. فاحنا كنا مقدرين تعبه طبعا، وكنا بنحاول نبحث بجانب الموضوع والدنيا مشت. تمام، طبعا انت مش هتفهمها بنفس النسبة للشخص المتخصص هيفهمها لك، ولكن احنا بنتكلم عن الواقع، فطبعا مش هقعد ازين الكلام، فهو ده الواقع يعني. في بعض المواد مفيش حد متخصص هيديها لك لان الكلية لسه معمولة جديد ومفيش دكاترة. طبعا زي ما ده عيب، ده في نفس الوقت ميزة للشخص اللي فتح. تمام، دلوقتي انت كشخص في كلية لسه جديدة، فدي فرصة ليك ان انت ممكن تبقى دكتور في الجامعة، لان هيبقى في تعيينات. المفروض يبقى في تعيينات، ولو ما عملوش تعيينات ما اظنش ان هم يعني ان ده قرار هيبقى ذكي خالص يعني، لان مفيش اصلا تخصصات في الكلية. فدي فرصة ليك، تمام، ان انت تبقى دكتور جامعي. طبعا انا مش عاوز ابقى دكتور جامعي حتى لو طلعت الاول في ال4 سنين، مش عاوز ابقى دكتور جامعي، ولكن انت ممكن تبقى دكتور جامعي لان دي فرصة قدامك، فدي حاجة كويسة بالنسبة للاشخاص المجتهدين في الجامعة يعني. طيب بالنسبة بقى للاقسام، طبعا هنقول برضو نفس الكلام اللي قلناه في الكونتنت. تمام، فهو نفس الاقسام، 4 اقسام: علوم حاسب ده اللي انا فيه، علوم بيانات، وامن سيبراني، وذكاء اصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني بمصاريف، وبتدفع لكل واحد فيهم 40,000 في السنة. طيب هل الكلية تستحق إن أنا أخش أمن سيبراني أو ذكاء اصطناعي وأدفع عليها 40,000 في السنة؟ أنا كأدهم أنا كأدهم لا أتفق مع هذا القرار. أنا كأدهم ما أعرفش بقى يعني، ممكن حتى مثلا، وعشان نكون في الواقع برضو، ممكن الدكاترة بتوع ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني يكونوا أحسن مننا بشوية.
لان هم طبعا دافعين، فممكن يجيبوا لهم مثلا دكاتره متخصصين او. ولكن انا شايف ان كليه ناشئه زي دي لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما تستاهلش ان انا ادفع عشانها 40,000 في السنه يعني. هو بالنسبه طبعا للكليات الخاصه نص بالنص، ولكن برضه الكليه انا شايف ان هي مش مستاهله ال 40,000. طبعا انا ما اختلطتش بذكاء اصطناعي وسيباني كتير، ولكن انا بقولها بالمنطق كده يعني. طبعا ممكن بتوع الاقسام دي يكلمونا في التعليقات ويحكوا لنا التجارب بتاعتهم يعني. طيب بالنسبه بقى لمعامله الدكاتره والجو العام بتاع الكليه والكلام ده، بص، اجواء جامعه الازهر ما اظنش ان انت هتلاقي احسن منها، والبيئه بتاع جامعه الازهر ما اظنش برضه ان انت هتلاقي احسن منها. وفي يعني بتوفر عليك حاجات كتير وبتخليك مركز. تمام. طبعا بالنسبه بقى ان مفيش طبعا البنات في كليه البنات والولاد في كليه الولاد، مفيش بقى حوارات بتاعت اللي هي بقى ايه ان انا مأنتم مع فلانه ولا مرتبط بفلانه، وشغلي بقى انا معجب ومش معجب ودي صاحبه وده اخويا وده الكلام ده يعني ايه، مش موجود في جامعه الازهر. فده هيريحك شويه نفسيا وهتقدر تركز في الجامعه. ده من جانب. اما من جانب الدكاتره فاظن ان المعامله كويسه لحد الان، ما شفتش حاجه وحشه من اي دكتور. حتى وان كان مثلا في بعض الدكاتره ممكن تعمل معاهم مشاكل او ايا يكن، ولكن دي حاجات عاديه بتحصل في اي مكان. عندي وصيه كده مهمه للطلاب اللي داخلين الدفعه اللي جايه، ويا ريت تحطها حلقه في ودنكم لان ده هتفرق معاكم قوي. في فئه كده معينه من الناس داخلين الكليه بعقليه مريضه، تمام، وواخدين شويه تصورات كده وعايشين شويه مؤامرات تحسها غريبه، ولكن انت بتقتنع بها في النهايه، لان طبعا ده بينتشر عامل زي الفيروس كده، والفكر ده بينتشر في النهايه. يعني مثلا يقول لك ايه، الدكتور او الدكاتره كلهم دول ناس مريضه نفسيا، تمام. وفترة الجامعة دي الفترة اللي أنا بعيش فيها شبابي وبستمتع بوقتي، والجامعة مفيش فيها مذاكرة خالص. فأنا لازم أنا أعيش شبابي، وأنا لازم أنا أعمل وأعمل وأعمل وأخرج أتصرمح. طبعا بخرج القاهرة يصرف له قرشين، وفي الآخر بقى بيقوم جاي إيه، يقعد بقى طول السنة يلعب وما يذاكرش أو يضيع في وقته، ويقوم جاي بقى في ليلة الامتحان أو قبلها بيومين ثلاثة يقوم قايل لك إيه، خلاص خلاص بقى أنا هذاكر بقى. يقوم يذاكر طبعا يا اما يشيل يا اما يجيب درجات وحشه، وفي الاخر يقعد يشتم في الدكاتره ويقعد يشتم في الجامعه والكليه ويسب ويلعن وانا مظلوم وانا. وطبعا هو يعني دماغه محشيه شويه رز على شويه افكار من اللي انا بقولها لك دي. طيب هتعرف الناس دي ازاي؟ ساعه ما تخش وتلاقي واحد بيقول لك تلاقيه مثلا بيتذمر على كل حاجه، تلاقيه بيتكلم مش كويس مثلا على الدكاتره، حتى هو لو ما يعرفوش يعني، هو حتى ما اتعاملش مع الدكتور لسه اصلا، هو لسه ما يعرفوش، هو بس شافه كده قال لك ده الدكتور ده شكله كذا 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 كذا، اقول لك ده الدكاتره كذا كذا كذا. ده ابعد عنه نهائي. انا بعاني من الناس دي والله، يعني حاول تبعد عنهم. ارجوك حاول تبعد عنهم، لان دول هيأثروا عليك فيما بعد، وهيخلوك تقع في ذنوب يعني انت ايه في غنى عنها. تلاقيك مثلا ممكن تبقى واقف، تلاقيهم قاعدين يتكلموا على الدكتور ويقول لك ده الدكتور ده فيه وفيه وفيه وفيه، وهو اصلا يعني يا دوبك بيعرف يكتب اسمه وداخل الكليه دي يعني ايه بالحب كده، انت فاهم. فاذا شفت الناس دي في اي مكان سيبهم ويجري على طول. ده بالظبط عامل زي الفكره كده بتاع الابتدائي والاعدادي والثانوي، اللي هو ماده الانجليزي صعبه، تمام. طبعا هو في الواقع ماده الانجليزي مش صعبه، ولكن احنا كمجتمع بسبب مثلا بعض الاساتذه ما بيعرفوش يشرحوا الانجليزي او بيشرحوه باسلوب مثلا كحيان شويه، وانت برضو مش متاسس في الانجليزي، فبالتالي بتبقى طالع من الابتدائي عندك عقيده ان الانجليزي ايه، صعب، مع ان الانجليزي مش صعب، ولكن دي افكار اتحفرت في دماغك. فانا بقى مش عاوزك تخش الجامعه بافكار ان الدكتور فيه كذا وكذا وكذا، وان الجامعه فيها كذا وكذا، وان مش عارف ايه والكلام ده يعني. فاول افكار هتخش في دماغك الجامعه هتبقى عقيده عندك، فحاول تنقي الافكار اللي بتخش في دماغك قبل ما تخش الجامعه. وحاول برضو تعرف قدر الدكتور اللي انت بتتعامل معاه. الدكتور اللي انت بتقل منه ده واحد طالع الاول على كليته 4 سنين متتاليه، وما كانش الاول فهو التاني. فاعرف انت بتكلم مين، حتى لو هو مش متخصص، حتى لو هو مش عارف يوصل لك المعلومه. فحاول برضو تعرف قدر الشخص اللي قدامك، لان ده اهم شخصيه في المجتمع ولازم تحترمه. طبعا هي مش واخده تقديرها هنا في مصر، ولكن انت حاول تديلها تقديرها، كأن بحكم ان انت شخص المفروض تكون واعي يعني. بس كده، وان شاء الله يعني ايه، لو في عندكم اسئله ممكن تسالوا في التعليقات وانا ابقى ارد، او في حد يرد، او اوكل حد يرد، او حد يوكل حد كده يعني، واخد بالك. مش عارف اعمل فيديوهات تانية ولا لا، ولكن ان شاء الله.